ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا حنين وقناتي اسمها جودي وحنين ذا فاميلي. والنهارده طبعا زي ما انتم شايفين جودي مش معايا، والنهارده في حد تاني هيطلع لاول مره وهو مامتي. ويلا بقى روحوا قولوا لامهاتكم يجوا بسرعه عشان ماما عايزه تقول لهم على حاجه مهمه جدا. ويلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ ازيكم يا امهات؟ عاملين ايه كلكم؟ انا مبسوطة جدا ان انا طالعة معاكم النهاردة في الفيديو ده، وعايزة اكلم الامهات عن حاجة مهمة جدا 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 بتهم معظم الامهات، وهي ازاي تأسسي طفل من سن 3 سنوات لغاية ما يدخل المدرسة. طبعا يعني ايه تأسيس؟ يعني ان انت تعلميه يقرأ ويكتب بصورة كويسة جدا قبل حتى ما يدخل المدرسة على سنة أولى ابتدائي. أول حاجة لازم أعرفكم برضو إن أنا معلمة، أصلا بشتغل معلمة في دار حضانة. الحضانة دي بتعلم الأطفال بطريقة اسمها نور البيان، بس أنا مش هشرح النهاردة يعني إيه نور البيان، أو يعني أنا مش هشرح لكم طريقة نور البيان عشان محدش يفهم الفيديو بتاعي غلط. انا عايزة اشرح بطريقة مبسطة للام ازاي ان هي تقدر لو ابنها بيروح حضانة تقدر تذاكر له في البيت بصورة صحيحة، حتى لو الحضانة شغالة غلط. ولو هو ما بيروحش الحضانة اصلا ومامته مثلا مش قادرة توديه الحضانة لأي سبب من الاسباب، يبقى عندها طريقة ممكن تمشي بيها في البيت. بس اهم حاجة طبعا تجتهد معايا وتعمل ان شاء الله الخطوات اللي احنا هنقول عليها، وانا ان شاء الله هقدم لكم باذن الله سلسلة فيديوهات بتتكلم عن الموضوع ده. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نكون عارفين ان احنا تقريبا في 3 انواع او 3 مستويات من الاطفال اللي سنهم 3 سنين او 3 سنين وكم شهر. النوع الاول يعني الطفل فيه بيبقى ما شاء الله ذكي ونسبة ذكائه عالية متمكن من مسكة القلم، وبيقدر يقلد اللي انت بتعمليه او اللي انت بتكتبيه له. فده يعني ما شاء الله بيكتب بسرعة. والطفل التاني وده ممكن يكون لسه مش متمكن من مسكة القلم قوي، خطه خفيف، يعني مش قادر يدوس على القلم جامد، واحنا مش هنغصبه ان هو يدوس على القلم. فده احنا بنديله تلوين، علشان التلوين بيساعد على ان الطفل عضلاته تبقى قوية. في نوع تالت اللي هو بيكون ايديه قوية وماسك القلم ومتمكن جدا، بس ده مش بيقدر يقلد الحاجة اللي انت بتكتبيها. يعني احنا مثلا لو احنا كتبنا حرف الالف، واحنا لما بنكتب عليه فتحة بنقول وده طبعا ان شاء الله يجي بعد كده باذن الله هشرح لكم الطريقة. دي لما بنيجي نكتبها للطفل بنقول له يا حبيبي اعمل 1 واقف مظبوط، انزل كده 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 كده. الطفل اللي هو بيبقى متمكن بيبقى ماسك القلم كويس جدا ودايس عليه كويس جدا، وبيقدر يكتب 1 ده زي ما انا شرحت له. بنقول له اعمل بقى شرطة نايمة كده فوق، واعمل زي بق العصفورة، او اطلع فوق وامشي الناحية دي. لما بيقدر يكتب بالطريقة دي احنا بنقدر نديله واجب وبنقول له كمل السطور لغاية الاخر بدون مساعدة الام وبدون ما الام تمسك الايد، واحنا نفسنا ما بنمسكش الايد في الحضانة، وبدون ما نعمل تنقيط للطفل. كل الاساليب دي غلط. الطفل لازم يكتب يقلد اللي هو مكتوب، وبعد كده بيقدر يعرف اسمه عن طريق الشرح الشفوي. الطفل بقى اللي هو مش قادر يمسك القلم احنا بنرسم له زي كده. مثلا بنعمل له مثلا كده بطريقة كده كبيرة، يعني تقريبا معظم الصفحة. وبعدين بنرسم له مثلا احنا لو بناخد اسد ارنب بنرسم له الرسمة اللي هي مرتبطة بالحرف، اسم حيوان، اسم شيء، اسد، ارنب.
وبنقول له ايه؟ لون. ليه لون؟ علشان ايديه تبقى قوية. طيب في نوع تالت من الاطفال اللي احنا قلنا عليه، اللي هو بيقدر يمسك القلم كويس لكن مش متمكن من ان هو يكتب واحد كده واقف مظبوط، لا ايديه بتبقى بتروح على الجنب، مش بيشخبط، بيعمل دواير، الحاجات دي احنا بنديله مجسم. يعني ايه مجسم؟ يعني اسد بالصورة اللي هي الصغيرة دي، بالصورة الصغيرة دي، لكن بيكون مفرغ من جوه على شكل مجسم وبيكون صغير. الطفل بيكتب جواه كده عشان نقدر نظبط ايده، وايده تبقى مظبوطة ان هو يكتب حاجة شبه الالف، بس يعني ايه جوه المجسم، عشان ايديه تقدر تاخد على انه يكتب الشكل ده. الطفل اللي بياخد المجسم بنمشي معاه لغاية ما ايديه بتتظبط، كل فترة صغيرة قوي، من اسبوع ل10 ايام، ممكن خلال الشهر بنعمل له التدريب على الكتابة، بنشوف هو قادر يكتب الاسد من غير المجسم فبنديهوله واجب بالطريقة دي. لكن لو ما قدرش بنستمر في المجسم بالحروف اللي جاية. كل ما بيعرف حرف جديد بياخد المجسم بتاعه وبيكتبه داخل المجسم الاول. الطفل برضو اللي بياخد التلوين برضو بنمشي معاه برضو بصورة الحروف اللي هي بتلون. برضو كل ما بيعرف الحرف ياخد الحرف الجديد، يعرف اسم الحرف ده ياخد الحرف الجديد علشان يتعرف عليهم حتى ولو بصورة شفوية. طيب احنا دلوقتي عايزين نعرف انا ابتدي مع ابني ازاي. اول حاجة انت هتعملي له اختبار لايده ولكتابته. هتقولي له اكتب ورايا الايه الحرف ده، يلا وريني، بص انا هكتب كده، بص انا هنزل ازاي، بص 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 هعمل شرطة نايمة ازاي، تعرف تعمل زي. هو بيبتدي بقى يعمل الواحد الواقف مظبوط. قولي له طيب بص الشرطة بقى اللي نايمة فوق اهي، عملنا شرطة نايمة فوق، طيب نعمل لها كده نطلع فوق ونمشي كده. الخطوات دي الطفل اللي بيعرف يكتب بسرعة هياخدها بسرعة جدا وهيكتب زيك بالظبط او يعني قريب منك جدا. الطفل طبعا احنا شرحنا الاطفال اللي هتاخد تلوين والاطفال اللي هتاخد مجسم دول مش هيمشوا معانا غير في الواجب بالمجسم او التلوين. وكل يوم انت بتديله الحرف الجديد اذا كان اتقن نطق الحرف الاولاني. طيب بالنسبة بقى للأطفال اللي هم هيمشوا معانا في الكتابة بصورة طبيعية هنعمل ايه؟ أول حاجة لازم كل يوم هندي واجب صفحة. مثلا النهاردة أخد الآ أسد، هنكتب الآ أسد فوق بالصورة دي كده. وأنا طبعا بعد كده هشرح لكم يعني ازاي كيفية نطق الحروف والكلام ده كله. هنرسم الأسد كده علشان نربط الطفل باسم نربط الحرف باسم حاجة هو عارفها، حيوان أو شيء. أسد، أرنب، بطة، مثلا تاج، تمر. بس أهم حاجة الغلطة برضو اللي أنا بلاحظها إن في حضانات كتير قوي بتقع فيها، إن مثلا يقولوا للطفل مثلا تفاحة وهو بياخد التاء بالفتح. طب ازاي هياخد التاء بالفتح وهو بيده تفاحة وهي التفاحة بالضم؟ فاحنا لازم نلاحظ ان احنا نجيب حاجة بتكون برضو اولها بيكون مفتوح. زي ايه؟ زي الآ أسد، أرنب، ما ينفعش إبرة. هنمشي في الواجب. هندي صفحة الواجب دي النهاردة وهنقعد حوالي ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة. لازم الطفل يردد ورانا اسم الحرف والحركة بتاعته. يعني هنعمل ايه؟ يعني هنقول ألف همزة فتحة ألف همزة فتحة والطفل بيردد ورانا بنفس الطريقة. أسد. يبقى احنا مرة هنقول له اسم الحرف ومرة هنقول له هنربطه له بالصورة بتاعته.
أسد، أسد. وهنستمر كده لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة. لازم يردد الطفل ورانا لأنه لازم يعرف اسم الحرف الشفوي، ولازم بعد كده في الواجب هيعرف إن هو يكتبه. طيب أنا ابني النهاردة كتب الواجب بتاع الأسد ده وخلص الصفحة. تاني يوم بديله، أول ما ببتدي بديله حاجة اسمها إملاء. يعني إيه إملاء؟ يعني أنا عايزاه يكتب الأسد ده غيبا. يعني هو دلوقتي أخده امبارح، عايزاه يكتبه النهاردة ويفتكره لوحده. هو ما افتكروش، بديهوله تاني في الواجب، وبرضه بيكتب ويملأ ايه الصفحة. اتقن الأسد وكتبها كويس جدا. برجعله عليها مرة علشان اثبت. تالت يوم بديله برضه الاملاء تاني. اول ما ببتدي بكتب كلمة املاء في الاول علشان يكتب هو الحاجات اللي هو خدها كلها. يعني هو وصل لحرف الياء هيكتب من اول الآ للياء، وصل لحرف الثاء هيكتب من الاول الآ للثاء. النهارده هنكتفي باللي احنا شرحناه في الفيديو ده. وان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل باذن الله ازاي نستمر مع الطفل في مرحله التاسيس. وان شاء الله مش هنخلص الفيديوهات غير لما الفيديوهات كلها تكون اكتملت، بان ان شاء الله اولادنا كلهم يكونوا اتاسسوا وعرفوا يقراوا ويكتبوا بصوره صحيحه قبل دخولهم ان شاء الله المدرسه.